السلام عليكم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في نشرة إخبارية جديدة بالمغرب. سنعطيكم موجز إخباري إن شاء الله، فلا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة، وشكرا لكم. يستقبل المغرب يوم الأحد 28 دجنبر 2025 أجواء شتوية واضحة المعالم في ظل تأثير منخفض جوي أطلسي يتمركز غرب السواحل ويقود إلى تغير ملحوظ في الحالة الجوية بعد فترة من الاستقرار النسبي. وتظهر نماذج الرياح والضغط الجوي تدفق كتل هوائية رطبة وباردة نسبياً قادمة من شمال المحيط الأطلسي، ما يفسر تكاثر السحب وحدوث اضطرابات جوية متفاوتة الشدة بين مناطق المملكة. في شمال البلاد والواجهة المتوسطية ينتظر أن تكون الأجواء غائمة في معظم الفترات، مع تساقطات مطرية متفرقة قد تكتسي طابعا معتدلا محليا، خصوصا ما بين طنجة وتطوان والعرائش، مرفوقة برياح شمالية غربية نشطة نسبيا. أما السهول الأطلسية الممتدة من الرباط إلى الدار البيضاء فستشهد بدورها مرور سحب ممترتة على فترات، مع أمطار خفيفة إلى معتدلة وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة خلال النهار، ما يعزز الإحساس بالبرودة. وفي المناطق الجبلية للريف والأطلس المتوسط تشير المعطيات الجوية إلى إمكانية تسجيل تساقطات ثلجية فوق المرتفعات العالية، خاصة خلال الليل والصباح الباكر، مع درجات حرارة دنيا قد تقترب من الصفر، ما يستدعي الحيطة والحذر أثناء التنقل. في المقابل تبقى الأجواء أكثر استقرارا بالجنوب والجنوب الشرقي، حيث تقتصر الحالة الجوية على سحب عابرة وطقس بارد نسبيا خلال الليل، دون تسجيل تساقطات مهمة. وعلى مستوى الرياح وحالة البحر يتوقع أن تهب رياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى قوية أحيانا، خاصة على السواحل الأطلسية، فيما يكون البحر قليل الهيجان إلى هائج مع علو الموج بشكل أوضح شمال البلاد. خلاصة القول، يتجه المغرب خلال هذا اليوم نحو سيناريو شتوي تقليدي يجمع بين الاضطراب الجوي، الأمطار المتفرقة والانخفاض الحراري، في انتظار ما ستكشف عنه تطورات المنخفضات الأطلسية خلال الأيام الموالية.